وصفة ولدت للمحاربين والمسافرين، وأصبحت من أولى الاختيارات في سفرتنا في رمضان، وكانت تجوب العالم من 1000 عام. وبدأت القصة في بلاد الفرس في القرن العاشر، وهذا طاهن يدعى شهريار يعد الطعام للمسافرين. وفي أحد الأيام وصل إليه تاجر من الهند يدعى راجو. مدير برا قبل مرة كثير، وكان جوعه واضحا على ملامحه. تريد فطيرة؟ انت ايش حاطه جوا؟ هي محشير الفواكه والفستق. وطبخها في السمن وقدمها للرجل. أحبها الرجل وأخذ الفكرة معه إلى الهند حالما أن يتاجر بها، ولكن للأسف تمر الساعات والأيام ولم يبع ولا واحدة، فقرر أن يطورها ويحشيها باللحم والخضروات، وهنا تغير كل شيء، فأحبوها الناس وانتشرت في الهند على مداد 500 عام. 20 روبيس اخرك كان 20 حيستنصب علي. 20 روبيس. امشي. وبعد سنوات طويلة وصل للهند تاجر مصري يدعى عبد الله، أتى لشراء الأقمشة، وبالصدفة شدته رائحة زكية في أحد الأسواق، فتعرف أخيرا على الفطيرة المثلثة، فبدأوا التجار العرب يأتوا بها إلى بلادهم، وانتشرت انتشارا واسعا في كل الدول، وأصبحت كل دولة تتفرد بطريقتها الخاصة، والوصفة هي السمبوسة.